إفلاس عماد المبيض عقلا وشرعا. أما شرعا فاستمع ماذا يقول. أبعث برسالة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أقول لهم إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين. الكلام ومناصحة ولاة الأمور في العلن مخالف شرعا. ففي حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وسعيد بن جبير رضي الله عنه يقول لابن عباس: أمر إمامي بالمعروف، قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، وإن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. وهذه مخالفة شرعية من عماد المبيض. المخالفة الشرعية الثانية من عماد المبيض الكذب، فهو يكذب في خروجه في أول مقطع يصور على أنه داخل البلد، ثم بعدها بأيام خرج بمقطع آخر وقال: الحمد لله أنني تمكنت من الخروج من البلد، وهذا كذب. أني تمكنت من الخروج من البلد بعدما أغلقت جميع الأبواب في بيان الحق وإنكار المنكر. كيف تريد يا عماد من الناس أن تصدقك وأن تكذب؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لعدم استطاعتك إنكار المنكر وبيان الحق. واليوم في البلد الذي تقيم فيه أنت تشتكي فيه من ضغوط المثليين وتطبع مع المثليين وتتنازل عن دينك. أين إنكار المنكر يا عماد؟ أم فقط تتخذ إنكار المنكر في البلد المسلم وسيلة لمآربك وأغراضك؟ لا تأخذ مقلب في نفسك يا عماد، فأنت لست الأول، فقد سبقك مثل المسعري والغامدي وانكسروا ولله الحمد. وأخيرا أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.